السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم هدير من قناة بنت من البنات. يا رب تكونوا كويسين. النهارده بمناسبة راس السنة حبيت انا ومي كده نرجع لكم من المطبخ ونعمل لكم حاجة حلوة كده. اسمه جاتو شاتو، بس مغيرة فيه شوية. يا رب يعجبكم. احنا حبينا نيجي النهارده نقول لكم كل سنة وانتم كل طيبين. سنة وانتم طيبين. وهابي نيو يير. يا رب تبقوا كويسين كده. تعالوا بس نخش على حاجة واحنا بنتكلم. الجاتو شاتو مكوناته بسيطة جدا جدا فوق ما تتخيلي. هو بصي بيتكون، انا مقسمهم لك 3.5. يعني ايه التلات مكونات دول كلهم كوبايات، يعني كوباية دقيق، عليها كوباية، عليها بيكنج باودر كيس، عليها كوباية زيت وكوباية سكر. دول التلاتة دول كلهم كوبايات. نيجي الموز ده بقى للتزيين. نص كوباية عصير برتقال، عليها قشر برتقال، ونص كوباية كاكاو، وعليهم بيضتين. هو الجاتو الشاتو الأصلي بدل العصير البرتقال بيتحط ايه؟ لبن، بس انا حبيت اديها نكهه شويه فحطيت عصير برتقال، والبرتقال دلوقتي متوفر. انما انت لو هتحطي لبن حطي مع البيض فانيليا. ماشي، فاهمني؟ انما لو هتعمليه زي بقشر البرتقال وال وعصير البرتقال مش محتاجه تعمل، مش محتاجين بقى ايه نعمل نحط فانيليا. فاحنا ايه، حاجه بسيطه كده، تغيير بسيط يديله نكهه حلو قوي. وهنعمله كتير كمان ان شاء الله بطرق مختلفه. نبدا بقى ان شاء الله كده ايه هنعمل. هو حاجته بسيطه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. هنجيب بقى الخلاط واوريكم هنعمل ايه. بصوا، اول حاجه بصوا هنحط السكر. في حاجه يا جماعه حبيت اقولها لكم قبل. بصوا هنا السكر اللي عندي خشن ازاي، يعني حبيباته خشنه قوي قوي قوي، فهو ده ما ينفعش. فانا عشان اتفادى الموضوع ده خدت كوبايه السكر دي، حطيتها مع عصير البرتقال ودوبتها فيه. حتى انتوا تشوفوا فيه لسه فيه ايه، يعني ايه حبيبات كده بسيطه من السكر، علشان ايه يدوب بس في الخلاط. فهو انت لو عندك الحبيبات الناعمه خلاص مش ضروري تعملي الخطوه دي، انما انا ما عنديش الحبيبات الناعمه فلازم كنت اعمل كده. ارفع ايدك يا مي. معلش بقى التصوير حاجه فظيعه. هنحط بقى في الخلاط ايه، مش قوي كده. مي هتدخل الكاميرا في العصير. بصوا حتى باين واضح اهو. انت لو عندك السكر ناعم الحبيبات ما تعمليش الخطوه اللي انا عملتها، ان انا حطيت السكر في البرتقال. انما انت لو زي حالتي عندك السكر بتاعنا بقى بتاع البيوت بقى بتاع التموين، يعني من الاخر بيبقى خشن كده، فما ينفعش للحلويات دي. خلاص يا ما ينفعش الحلويات دي. فاحنا هنحط بقى ايه، هنحط تعالي تعالي هنا يا مي المخرجه سعانه فمش مركزه وعندها حاله صمت كده وذهول. هنحط ايه، حطينا احنا السكر والعصير البرتقال، ودلوقتي هنحط الزيت، كوبايه الزيت. يبقى احنا حطينا كوبايه الزيت ونص كوبايه عصير البرتقال وكوبايه السكر. لو وايه بقى نضرب، ونص كوبايه الكاكاو. بصوا كده، ونضربهم في الخلاط ضربا مبرحا لحد ما يعمل لنا ايه شوكولاته كده، صوص محترم. هوريه لكم، هضربهم واوريه لكم. اشوفكم بعد. اضربوا يا جماعه لحد ما تبقى عامله شوكولاته كده، شايفينها شوكولاته كده. ناخد منها بقى ايه، كوبايه الا ربع، كوبايه الا ربع للزينه كده. بصوا هي الكوبايه اصلا مكانها سكر، يعني اي كوبايه الا ربع كده بس كده، فقط لا غير. وعلى الباقي نحط ايه بقى. بص يا مي، لحظه واحده، اطلعي يا مي، اطلعي يا مي. اطلعي جميل. نحط ايه، هيزموا البيضتين واضربهم وارجع لكم تاني برضه. يا جماعه بنضربه بعد ما بنحط البيضتين، بيبقى كده بيبقى سايل كده. نحطه هنا بقى، هنا كده، ونضع كل قطره، لان كل قطره بالشوكولاته، وانا من عشاق او مدمنين الشوكولاته يعني. فايه يعني بلحس التلحيس. يا بلاش يا قدام قوي. بصي يا مي على البتاع. معلش اختي اخويا شوفي يعني تلحيس التلحيس يعني. بعدين نحط بقى عليه الدقيق ونقلب بقى، وهاتك يا تقليب. دي كوبايه الدقيق زي ما قلنا، مع مع ايه، مع كيس البيكنج باودر. ماشي،
بعدين نقلب يا فنقلب لهوي. فنقلب. اديني فرصتي، اديني رمضان. اديني رمضان. رمضان مين؟ حرمت. اديني رمضان ابو سره. اهو كله سكريات. بمناسبة البرتقال، ما تديني بقى يا عديل فرصتي. اديني رمضان. عايزه اغني يا دي. غني يا منى. نقلب ونقلب. ما تغني يا مان. اغني بجد والله اغني. كل سنة وانتم طيبين. لا لا اغني لكم اغنيه حلوه. مش قوي انا صوتي وحش يعني أصلاً. سدوا ودانكم. اغني مثلا ايه؟ خلاص يا مان بتدخل. بتناديني تاني ليه؟ انت عايزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيتي غيري، ما انت خلاص حبيتي غيري، روحي للي حبتي. خلاص. بس خلاص كده خلصنا تقليب. نضع في دي صينية مدهونة بس صينية من المتحف المصري. مدهونة زيت بس. انا لسه ما خلصتش الاغنيه. معلش خلصها في عاوزك تكوني مبتسمه. انتوا لسه سادين ودانكم. لحظه. سدوا ودانكم بتاع عينيكم. تفتح عينك. عينك في عينه معلش راس السنة راس السنة راس السنة. كل حاجة مباحة. اديني رمضان. رمضان بيه. حرام ده. ماشي بقى نحطها كده يا جماعه وانا لحوس. بصوا مش عايزين يا جماعه. انا فردتها في الصينيه بسرعه عشان نترحم من صوت مي الجميل ده. فبس تستني مي لحظه واحده. يا اما تحطيها في صينيه مدهونه زيت بس زي ما انا عامله، او تحطيها في صينيه مدهونه زيت ومرشوشه كاكاو. اوعي تحطيها في صينيه مدهونه دقيق علشان هتبوظ شكلها جدا جدا. فالاحسن يا اما زيت زي ما انا عامله او كاكاو. ندخلها فرن 180 من 20 ل 25 دقيقة، وعلى حسب على حسب درجة الحرارة بتاعتك، وتتابعيها يعني كل شوية. فإن شاء الله هوريها لكم بعد ما نرجع نزين. مع السلامة. يلا. ايوه يا جماعه رجعت لكم اهي. شوفوا بعد ما طلعت هي ما خدتش وقت كتير. هي خدت تلت ساعه بالظبط يعني. شوفوا حتى هي يعني هشه ازاي وطريقه ازاي جميله جدا جدا. انا بقى هزينها بقى معاكم ازاي. فاكرين المستين يا ماي. بص خليكي معايا. المستين خدت منهم موزه قطعتها على الثلاث ارباع الشوكولاته، وهضربهم في الخلاط. علشان ايه بقى؟ انا اللي بعمل كده بحط الموزه مع الشوكولاته عشان الكاكاو برضك مهما حطيتي فيه بيبقى برضك لازح كده، وبالذات لو كاكاو غامق وحلو فبيبقى لازح كده. وكمان عشان تديها نكهه حلوه كده. فانا هضربها وارجع لكم تاني نحطها على الشوكولاته. يلا مع السلامه. ده كده الصوص بالموز. انا هبقى هنزله على الكيكه. ننزل كل فتفوته. هيغمق يا مي. ونفرده كده. على فكره لو انت مش حابه الشوكولاته كده ومش حابه الموز براحتك يعني. لو عايز تعمليه بالشوكولاته بس كده وما تحطيش الموزه اللي انا حطيتها دي براحتك. اصل انا كمان هزينها بالموز فقلت كمان الشوكولاته يكون فيها موز. بس انت مش حابه يعني حاجه ترجع. ايوه بصوا كده اهو. ما هي بتضحك عليه مش عارفه ليه، بس بتضحك عادي يعني. بصوا كده وتفردوها اهو. حلو قوي كده. وحلو قوي لما ينزل منه كده يعني ايه، لما ينزل من الجناب عليه كده حلو برضك. هو كده هينزل دلوقتي يعني. مش هنقف. فانا هساعده انه ينزل بقى عشان مش هنقف نستنى انه ينزل. حلو كده. بصوا بقى هو ينزل بقى براحته. شوفوا كده. بعدين بقى ناخد شرايح موز زي دي ونبدأ نزينه كده. حاجات بسيطة يعني ايه، حاجات تعمليها كده تفرحي بقى عيلتك، وفي نفس الوقت مش التكلفة اللي هي يعني، بس حاجة شكلها جميل ويحسوا ان انت يعني ايه بيبتدوا سنة سعيدة كده. رب تبقى سعيدة كده علينا وعليكم يا رب بحق جاه النبي.
وان شاء الله كده كل اللي يتمنى حاجه ينولها، واللي بيحلم بحاجه كده ايه يا ربنا بس يحققها له. وان شاء الله نعيش بقى في امان بقى واهم حاجه والنبي الاسعار ترخص. يعني بصراحه الاسعار بترخص، يعني ربنا يكون في عون بجد اللي بيجهزوا، لان انا عارفه وكده. ف فيا حرام بقى ايه، ربنا يعيننا كده ويعين جميع الناس ويستر كل البنات ويسترنا معاكم يا رب، ويجعلها سنه سعيده بحق جاه النبي يا رب. وانا مش عارفه اقول ايه بصراحه يعني، بس كل اللي بقول والله بتمناه من قلبي ان ربنا يكرمنا كده السنه دي، وتكون سنه سعيده بحق حبيبك النبي يا رب. ونتفائل يعني ايه، كل اللي في ايدينا ان احنا نتفائل. يعني تزيين بسيط، يعني انا مش خبيره قوي في التزيين، بس حاجه بسيطه كده تفرحي بيها عيلتك، حاجه بسيطه بس رايح موز كده، حاجات بسيطه. وزمن، ولو حابه تسيبيها ساده جميله برضه، يعني هي دي كده. وشكلها كده من بعيد. و هابي نيو يير وسنه سعيده يا رب عليكم، وبالصحه والسلامه يا رب تكون عجبتكم.